العيد يعني الكحك، والكحك ما بيحلاش غير في العيد. عملنا النهاردة الكحك اللي انت شايفاه قدامك ده بالجمال اللي انت شايفاه ده من نص كيلو دقيق بس. طلعنا اكبر كمية كحك زي ما انت ما شايفة، ما شاء الله. طعم وريحة ولون وذوبان مفيش بعد كده، سوى وطعم ولون. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض كده الكحك. كحك سهل جدا وبسيط، وهنعمله بطريقة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. هنا انا هشتغل على نص كيلو دقيق. هقولك المقادير بالكوبايات وبالجرام. تمام. دقيق 500 جرام، 5 جرام بيكنج باودر، 5 جرام خميرة، 30 جرام سكر بودر، 250 جرام سمنة بدرجة حرارة الغرفة، 100 جرام بقى سوائل مية او لبن، وذرة ملح. تمام. المقادير بقى بالكوباية. هنا اللي احنا شغالين بيه ده هنقول بقية المقادير. نص كوباية مية او لبن زي ما قلنا، كوباية ونص سمنة، معلقتين كبار مليانين سكر بودر، معلقتين كبار سمسم متحمص، معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. اول حاجة كده هنبتدي نعملها، هنحط الخميرة على نص كوباية المية، وهقلبها واسيبها على جنب كده على بيت ما نعمل بقية الخطوات مع بعض. هنقلبها بالشكل ده كده عشان ما ينفع، حتى لو انت ضامنه الخميره بتاعتك ما ينفعش تحطيها على الدقيق. تمام. بالذات في الكحك مش هينفع نحط الخميره تلقائي على الكحك، الخطوه دي اساسيه مش اختياري. تمام. على جنب ما نشوف باقي الخطوات مع بعض. هنا معايا نص كيلو الدقيق، هحط عليه البيكنج باودر، وانا حط عليه ذره ملح، حط عليه السمسم. السمسم اختياري، حابه تحطيه حطي، مش عايزه تحطي براحتك. تمام. هقلبه كده واسيبه على جنب. والدقيق ده انا نخلاه، لازم تنخلي الدقيق. والدقيق لما تيجي تجيبيه تجيبي دقيق متعدد الاستخدام، او تجيبي دقيق متخصص للكحك والبسكوت. فاضل معاه في المقادير السكر والسمنه، واحنا قلنا السمنه تبقى بدرجه حراره الغرفه، مش عايزاها تكون سايحه. تمام. ابتدي اضرب بقى السمنه والسكر دول كده لغايه ما الاقيهم هاشوا معايا كده وافتحوا خالص. ولو ما عندناش المضرب السلك، المضرب الكهرباء سوري، تقدري تعمليها بالمضرب السلك، بس هتاخد معاكي وقت شويه. تمام. نضربها وارجع لك تاني نكمل بقيه الخطوات مع بعض. كده خلاص انا ضربتها بالشكل اللي انت شايفاه قدامك اهو. بصي بقت عامله زي الكريمه ازاي، لونها فتح خالص وهاشت واتضعفت. هبتدي بقى احط عليها الدقيق، نقلب كده كويس ونبس الدقيق ده مع السمنه والسكر. حابه تحطي ريحه كحك دي براحتك، عايزه تحطي هتحطي برده مع الدقيق. بايدينا بقى كده وبس كويس الدقيق مع السكر والسمنه. احنا لسه محطناش الخميره ولا الميه، هنبسه بس الاول كده كويس. هبسه وارجع لكم تاني. اهو تقدري تفبسي فيه كده لغايه ما تلاقي العجينه يا دلوقتي مفروله، هتلاقيها لمت معاكي على بعض. بعد ما تلاقيها لمت معاكي بقى هنحط السوائل كده. خلاص بصي انا لميت العجينه خالص معايا ازاي، كانت في الاول مفروله خالص، بصي دلوقتي اتلمت كلها على بعض ازاي. انا لسه برضو محطناش السوائل. بصي العجينه عامله زي الملبن. احطها بقى في الطبق عشان احط عليها الميه ونعجنها. هي بسيناها كويس كده مع السمنه، لما نحط السوائل بقى مش عايزين نبس فيها كتير. تمام. هنجيب بقى الخميره اللي احنا حطيناها، نص كوبايه الميه قلنا او لبن مع الخميره، واحطها عليها كده. اضرب بس الدقيق من السوائل دي بس، مش هنبس كتير. هنا العجينه انا لاقيها مفروله زي ما انت ما شايفه كده معايا، وقاسيه كده شويه لان الجو شتا، فحطيت لها معلقه سمنه. هبتدي بس اشربها للسمنه دي، خليها تشرب بس السمنه وما تعجنيش فيها كتير. علشان انا بصي ما بعجنش، انا بلمها على بعض بس كده عشان تشرب السمنه اللي انا حطيتها، وفي نفس الوقت سمنه من العلبه مش سايحه ومش سخنه. تمام. هخليها بس تشرب السمنه بتاعتها دي. هي طبيعي ان انت هتحسي العجينه مفروله معاكي، اخدميها شويه
بس ما تعجنيش فيها كتير عشان ما تقلبش تاخد عرق العجين ويقلب معاكي القرص. خلاص كده لمينا العجينه على بعض، هبتدي اخد منها حته كده وابتدي اعملها زي الرول. عايزه تحشيه عجوه تمام، عايزه تحشيه ملبن تمام، عايزه تخليه ساده برضو تمام. احنا هنا هنعمله ساده تمام. باخد الحته كده وما تكبريش الكحكايه، الكحكايه دوبك تبقى من 18 ل 20 جرام اهي تمام. نص كيلو هيرمي معاكي حبه حلوين اهي بالشكل ده كده. تاخدي حته وتكوريها كده ما بين ايديك وتضغطي عليها ضغطه خفيفه كده. بصي الكحكايه عامله ازاي، ولا مشققه ولا بتلزق في الايد ولا اي حاجه، والعجينه طريه. ده كده شكل الكحك معانا بعد ما عملناه بالشكل اللي انت شايفاه ده. شكل بصي الكحكايه عامله ازاي، ده نفس الشكل اللي بنجيبه من بره. بصي حجمها عامل ازاي، ما تكبرهاش اكتر من كده. هي حجمها صغير بس هي في الكاميرا باينه ان هي كبيره. بصي حجمها قد ايه، مش كبيره يا دوبك قطمتين. بصي شكل البصامه اللي احنا بصمنا بيها. البصامه دي يا جماعه رخيصه خالص مش غاليه، تتجاب من عند اي مستلزمات بلاستيك او الحاجات ديت تمام. بعد ما شكلنا كده بجيب بقى البصمه بالشكل ده كده بعد ما شكلناها، وببتدي اضغط عليها كده. ما تضغطيش قوي اهي. بتتشكل معانا بتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. شكلها جميل وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص. لو شققت معاكي من الجناب وانت بتشكليها حطي لها معلقه سمنه زي ما قلنا. هحطه في الفرن تكون مسخناها قبلها على الرف الوسطاني يا دوبك. هياخد من حوالي 20-25 دقيقه. هلاقيه من احمر كده من تحت، هطلعه ما بياخدش لون من فوق تمام. هنسويه ونرجع مع بعض. ده كده شكل الكحك بعد ما طلع معانا من الفرن. شكل الكحكايه والسوا بتاعها من ورا عامل ازاي. ما تزوديش عليه السوا عن كده، يا دوبك يحمر كده من تحت، بيطلع ابيض كده من قدام فوق. هيطلع طري معاكي شويه، تسيبيه يطلع من الفرن وتسيبيه هتلاقيه وشه نشف. يعني ما تقوليش لا لسه وشه طري واسيبه، لا طالما خد اللون من تحت ده كده خلاص تطلعيه. هتحطيه زي ما قلنا على الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة عالية. الفرن يكون متسخنة قبلها وهيطلع معاك. عايزة اقولك كمان حجمه عاجبني جدا. الحجم ده حلو قوي، هو مش كبير، ده يدوبك يجي على قطمتين. حلو قوي والكحكاية خفيفة مش تقيلة، منتهى الجمال. تحطي بقى عليه السكر البودرة ويتقدم بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزة اقولك ما شاء الله ده نص كيلو دقيق بس يا جماعة. اللي حابب يزود الكمية ويضاعف المقادير مفيش مشاكل. بصي الكحكاية قد ايه ناعمة. بصي الكحكايه مش مستحمله، دايبه، ناعم جدا، بيدوب كده في البق. هيعجبك قوي وطريقته سهله وبسيطه زي ما احنا ما شفنا، ومقاديره مفيش اسهل منه. هتحطي عليه السكر البودره وانتي بتقدميه، بلاش تحطي عليه السكر البودره وتسيبيه مركون. السكر البودره مش هتعرفي تحتفظي بيه وقت طويل. ده كده بالنسبه للكحك. احنا اتكلمنا عن كل حاجه فيه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تخلوه على الكل عشان توصلك مني كل فيديوهاتي. وتقولي لي ايه رايك في الطريقه في التعليقات، مشاركه للفيديو عشان الطريقه توصل للكل. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.